السلام عليكم. أنا لسه جاية من الشغل الساعة 2:30 وأنا رحت المحل واتبضعت شوية. هوريلكم أنا اتبضعت ايه عشان أنا كنت جعانة فمش ألحق أطبخ، فاشتريت أكل جاهز. اشتريت سلطة جاهزة، وبعدين اشتريت مسلي شوكولات بار ده هاكله بعدين، وتشيز تويست ده بسكوت بالجبنة، وبعدين اشتريت شوكولاتة افوكادو ومشروب. انا احط الافوكادو في السلطة. اوكي خلينا نجهز السلطة عشان انا جعانة. السلطة دي فيها مكرونة بينز وفراخ. وبيجي مع بالساميكو، بس انا بأرمي ده عشان مش بحب البالساميكو. بقلب كل حاجة. ده أكلة سريعة وحلو لو الواحد، أنا بشتريه على طول باخده معي الشغل السلطة دي لما أنا مش قادرة أطبخ. بعدين بدنا نقلب الأفوكادو. Look at this beauty. واو. في ناس كتير كتبولي إني هم عايزين إن أنا أعرفهم على نفسي. هتعرفوا أكتر أنا مين لما انتوا هتتفرجوا عليا. واليوم الفيديو هوريلكوا أنا بعمل إيه بعد الشغل، يعني إيه الروتين. خلينا ناخد الأكل ونقعد في الكنبة. أول حاجة لازم أطفي النور اللي في الحل. هناخد المشروب اللي أنا جبته، مش عارفة حطيته فين. وده فيتامين ويل بالليمون. أنا كنت هجيب أكل صيني بعد الشغل بس ما قدرتش استنى الأكل لما المطعم يعمله، فرجبت أكل سريع. جبت أكل جاهز يعني. أنا ما عنديش ترابيزة أكل عشان الشقة بتاعتي 36 متر، فأنا ما عنديش مكان للترابيزة الأكل، عشان كده بأكل في الكنبة وبتفرج على التلفزيون. No, perdón. ¿Qué pasa, mi amor? Mira, vamos a encontrar los tipos. Pero bueno, todo esto habéis pescado. Sí. Mirad y ven. Esto lo... يعني خلصت السلطة وهندوق المسلي بار اللي أنا جبته. لازم حاجة حلوة بعد الأكل طبعا. أوكي ده بالشوكولاتة. الساعة 3:15 وأنا هأطبخ لحمة ولازم يستوى 4 ساعات، فمش هبدأ بالأكل دلوقتي عشان مش قادرة. أنا غيرت هدومي والطقم ده القماش بتاعته طري جدا، اشتريته من أسبوع. الطقم ده طقم بيت فمش هأخرج فيه. الساعة 6:30 وأنا لسه ما بدأتش في الأكل، بس هنبدأ دلوقتي. عندنا اللحمة وعندنا بصل، بطاطس، جزر
بنجر. وهنشوف هنعمل ايه بالاكلة دي. مش عارفة هألف ايه. قطعت الخضار، لسه هحط عليه بهارات، وقطعت اللحمة كمان، وسبت بصل عشان يغلي مع اللحمة. الأول هسلقها في الزبدة، بعدين هحط عليه مية هيغلي 4 ساعات. رشيت البهارات، وأنا مش بحط زيت عليه عشان أنا بعمل الرجيم، بحاول أقلل الزيوت. وهنحطه في الفرن. هنحطه على 175 40 دقيقة. هنا اللحمة بتغلي، وهنسيبها من غير غطا ساعة، وهوريلكم بقى لما يخلص هيبقى شكله ازاي. بعد ساعة هنحط الغطا وهنوطي عليه. هنسيب الأكل يستوى، وأنا هتفرج على التلفزيون. الساعة 20 دقايق بعد 7، يعني 7:15. النهاردة يوم الجمعة، فبكرة وبعده عندي أجازة، ما عندي الشغل. وبكرة في عاصفة جاي هنا على السويد، فأنا مش هطلع بكرة، بس أقعد في البيت. عشان كده بعمل الأكل دلوقتي عشان ما اشتريش أكل بكرة. أنا متابعة مسلسل على الشاهد اسمه للموت، وأنا في سيزون 2 حلقة 20، فأنا هكمل أبص على المسلسل وبعد ما الأكل يخلص. في ناس كتير كتبوا على الفيديوهات اللي أنا نزلتهم لما أنا كنت في مصر. أنا نزلت فيديو في شرم الشيخ، فيديو في بورسعيد، وفيديو في الساحل وفي القاهرة. في ناس كتير سألوا على الأسعار الفنادق اللي احنا كنا ساكنين فيه. الفندق الأولاني اللي في الشرم اسمه ستيلا دي ماري، وفي بالما في بورسعيد الفندق اسمه بالما، وفي الساحل هوتيل لوكس، وفي القاهرة الفندق اسمه ما أنا ما وريتش الفندق لما أنا كنت في القاهرة، بس احنا كنا ساكنين قدام الأهرامات. بيراميد فرونت هوتيل كان اسمه الفندق. احنا دفعنا بالمصري لما احنا كنا هناك، فأول فندق كان احنا كنا هناك أسبوع، فكان حوالي 25,000. واللي في بالما كنا ساكنين فيه 10 أيام، ودفعنا 50,000. وفي الساحل كنا ساكنين 3 أيام ودفعنا 40,000. وفي القاهرة 5 أيام ودفعنا 10,000 مصري. فالأسعار حسب ما المكان اللي انتوا رايحينه. في الساحل كان أغلى طبعا، بس في القاهرة كان رخيص، في شرم وفي بورسعيد كمان الأسعار حلوة. بس أنا عايزة أقرأ كومنت، عشان في ناس كتبوا حاجات تحت الفيديو اللي في الساحل. في واحدة كتبت تحت الفيديو بتاع الساحل، أنا هقرأ، أنا مش عارفة أقرأ عربي كويس فما تضحكوش. اللي واضح من فيديوهاتك إنك جاية مصر بهدف إنك تطلعي العيوب بس، وكتبة حاجات كتير تحت. بس أول حاجة أنا عايزة أقول إن أنا حاجات كتير أنا بقولها من غير قصد. أنا بقول حاجات في اللحظة اللي أنا فيها. مثلا بس لما أنا كنت بجرب الأكلات اللي في المطاعم، أنا كنت بقول الصراحة، مش أكذب وأقول الأكل كويس لما الأكل مش كويس. وبعدين في عيوب في كل
بلاد. يعني أنا رحت أمريكا، رحت فرنسا، رحت سبين، رحت اليونان، وفي حاجات كويسة وفي حاجات مش كويسة. ما لو أنا ما كنتش مثلا بحب مصر ما كنتش هأنزل طبعا. في حاجات حلوة أنا بحبها لما أنا بروح مصر، مثلا الناس هناك بيحكوا بيضحكوا. هنا في السويد محدش بيحكي مع حد، ممنوع الواحد أصلا يقول سلام عليكم هنا عشان مش بيردوا عليكي. وأنا بحب إن طول اليوم في ناس برا. هنا دلوقتي الساعة 8 بالليل وما فيش ناس برا، ما فيش أصوات عشان كله بيبقى في البيت الوقت، عشان الجو بارد والدنيا عتمة وما فيش محلات فاتحة. بس هناك في مصر مش بيقفلوا المحلات، بيبقوا فاتحين على طول، فبيبقى الناس كتير برا. أنا بأنزل كل سنة تقريبا، دلوقتي بقالي 3 سنين ما نزلتش، بس بأنزل كل سنة. وليه كنت أنزل كل سنة لو أنا مش بحب البلد مثلا؟ أوكي، هنقرأ كومنت تاني. لما أنا كنت في الساحل، إحنا أول مطعم إحنا رحناه بتاع السمك، مش فاكرة اسمه، بس أنا صورت لما كان في شعر على الأكل. وفي ناس كتبوا إن ده مش شعر، ده الشنب بتاع الكابوريا اللي بتاع الجمبري. بس لو انتوا حققتوا في الحتة اللي انا صورته جنب الشنب بتاع الجمبري هتشوفوا في حاجة اسود وده الشعر. انا عارفة شكل الشعر لما انا بشوفه. Why are you seeking for negativity? Not smiling. Try to please yourself and enjoy. I did enjoy myself. أنا كنت عايزة بس أوضح إن أنا مش ما رحتش مصر عشان أدور العيوب. ممكن أعمل فيديو تاني لما أنا بقرأ الكومنتات وأرد عليهم لو انتوا عايزين، بس لازم ماما تكون معي عشان تقرأ، عشان بياخد وقت لما أنا بقرأ. في واحد كتب دمك يلطش. دمك انت يلطش. قالك دمك يلطش، دمي خفيف. لازم اوريلكوا البيت بتاعتي كمان. بس ده هنعمل فيديو تاني عشان لسه ما نظفتش البيت. انا بستنى ماما تيجي سيجار عشان تنظفلي. ايه رأيكم في الضوافر؟ انا عملتهم امبارح، احمر زي دم الغزال. انا بشرب فيتامين سي. والفيتامين سي كويس للبشرة. الساعة كام؟ الساعة 10. أنا هشيل اللحمة دلوقتي بقالها 3 ساعات وأنا عايزة أخش أنام، فأنا مش قادرة أستنى ساعة كمان. الخضار خلص وهنا اللحمة. لازم أطلع علب أحطه فيه وألم شعري عشان مش عايزين شعر في الأكل. المفروض أستنى ساعة بس أنا مش قادرة، بس أنا خايفة يطلع ناشفة. هطلع اللحمة بس أكب المية اللي فيها، فمش هصفيه في مصفى وبعدين هنقي اللحمة. خلصت الأكل ولازم ندوق طبعا اللحمة. ريحته حلو.
هسيبه برا شوية كمان، بعدين احطه في الثلاجة. و4 علب بقى، فهاكلهم في 4 ايام. والمواعين هنعمله بكرة عشان انا مش قادرة. المفروض اغسل المواعين دلوقتي، بس انا مش هعمل كده طبعا. انا هغسل وشي، هشيل المكياج، فقلت هوريلكوا النايت الروتين. اول حاجة ميك اب وايبس. اليوم النهاردة عدى بسرعة. بعدين هناخد ميسلر واتر، هنشيل المسكرة. وهناخد ميسلر واتر على الوش كمان عشان الميك اب وايبس مش بيشيل كل المكياج. هنغسل وشنا بزيت، وكتير مهم قبل ما تغسلي ب فيس واش لازم تغسلي بالزيت عشان الزيت بيشيل كل المكياج. لازم الواحد يغسل الوش مرتين، الأول بالزيت بعدين بفيس واش. هنستعمل فيس تونر. دلوقتي هنستعمل اسنس. قرب يخلص، شايفين؟ بعدين هنحط اي كريم، كريم للعينين. هنحط سيروم. هأغسل سناني. لازم أعمل ضفيرة قبل ما أنام عشان أنا مركبة extensions، عشان ما يتلكفتش لما أنا نايمة لازم أنام بضفيرة كل يوم. وآخر ستيب في الروتين بحط من النيفيا. لبست البيجامة وهخش انام. وما تنسوش تعملوا لي فولو على الانستغرام والتيك توك، واعملوا لايك للفيديو وسبسكرايب عشان تشوفوا لما بحط فيديو جديد. واكتبوا انتوا عايزين تشوفوا فيديوهات ايه مني. تصبحوا على خير، وهشوفكم في الفيديو الجاي.